الصحفي العالمي فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة كبيرة للكرة العراقية ويعلن عن توصل النادي الكتالوني لاتفاق رسمي مع نادي فرايبورغ الضم ذو الأصول العراقية نوح درويش ضد 16 ربيعا بمقابل 5 ملايين. وطبعا وأكيد المستفيد الأول والأخير من هذا الانتقال هم الألمان ولسنا نحن. فمنو احنا امام المانيا اللي اسست وصقلت موهبة اللاعب واعتنت به كل الزين وانطته الاهتمام اللي يستحقه، بينما كانوا مسؤولين على دراية تامة به وما حركوا ساكن وبالكذب ما شالوا تليفون عليه وعلى ابوه. بالمختصر فات الاوان على درويش، واتمنى منكم يا اعزائي المشاهدين انه تطوون صفحته مثل ما سويتوا يا امين الدخيل. عوفوه اتركوه يا اخوان، خلص هذا اللاعب مو من نصيبنا، ومحاولة اقناعه بالوقت الراهن لن تأتي الا بمضيعة الوقت. فقط اتركوه للزمن وسيأتي ومن تلقاء نفسه، وان لم يأتي فليكن. ولكن لا تطووا صفحة اللاعب الآتي، اللاعب اللي انبح صوتي واني اطالب به ولحد هاللحظة ماكو اي تحرك حقيقي عليه، مجرد مناوشات وحوارات لا تسمن ولا تغني من جوع مع عائلة اللاعب. وهنا اني دا اقصد بكل تأكيد الموهوب العراقي ابن كربلاء يوسف نصراوي وسط ميدان نادي بايرن ميونخ وناشئين ألمانيا. هذا اللاعب يا اخوان عراقي ابن عراقية، وبيئته وبطبيعة الحال مختلفة تماما عن بيئة درويش، واقناعه اسهل بكثير مما تتصورون. ومستقبله يا اخوان ومن وجهة نظري اشوفه اشرق واوهج من مستقبل درويش، خاصة اذا ابتعدت عنه الاصابات. اسد اللهم لا حسد، لاعب اقل ما يقال عنه انه سوبر. يا اخي كمان مان دو سامثينج بروز، يعني وين تريدوه يوصل بالاحتراف بمراحل؟ يلا ضمونه يا مسؤولين. الولد بعده استوى طق 16 ومباشرة فريقه صعدوها الفئة الاندر 17. لا ومو بس هيجي، لا ازيدك من الشعر بيه، هالولد وطول مسيرته وبكل الفئات اللي لعب بيها تم تعيينه كقائد وكقدوة للفريق. فشو تريدون بعد؟ الله يخليكم جيبوه الخاطر، كل من عنده خاطر يمكم.